السلام عليكم، صباح الخير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير حبيباتي، وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا لاباس، تكونوا بخير، تكونوا كامل بصحة جيدة. جيتكم بعد غياب 6 أيام، سامحوني أنا المأمورة باين من صوتي، كنت مريضة وما زالتني مريضة يا البنات والله، مازلت مريضة ومازلت تعبانة. ادعوا لي بالشفاء العاجل، والله صدقوني من ضرسة وصلت لواحد الموصل ما نحكي لكمش يعني بصراحة، أو ورقدت حتى ما في السبيطار. ربي يشفيني ويشفي أمة محمد جميعا. حسيت روحي طولت ما هبطش لي فيديو، انا عندي الفيديو مصورين، قلت خلي كي حسيت روحي شوي لاباس ومع اني كنت في طريق ومسافره وكذا، قلت خلي ان ندير مونتاج ونصور لهم لبغا فيديو واحد ونحطه مع حبيبات قلبي. انا البنات نضت الصباح، كنت هذا الفيديو كان مصور من قبل، كنت غسلت وجهي نورمال، درت انتواج دو بول وجهي، كان عندي يامات ما درتش انتواج دو بول وجهي. بعد ما غسلت وجهي وفطرت وكملت. هنا البنات كنت مانيش نصلي خاطر مريضة نايض لي واحد الحب يشبه كما الزنداق اللي نظلنا احنا صغار، ولزمتني ما نقيسوش بالماء باش ما يزيدش يقوالي، ان شاء الله نبرا بك ونرجع. ومن بعد البنات رحت قلت عندي هاد البلاكار، كل يوم تعرفوا مني نفتحها نشوفها هكداك حالتها حالة حالتها حالة، قلت لازمتني اليوم نفرزها. وهذاك النهار كانت الشمس يعني كيما نقولوا مرحرحة، ونهار كان دافي يعني ما شاء الله. ايام لا قلت لاختي انا روحي انتي شوفي واش ديري وانا خليني نفرز هاد البلاصة. هبطت هذيك الريفي طايمة كامل البنات، وهذه الريفي طايمة كانت عندي من العام اللي فات. قلت مالا نروح انا نشوف نفرزها ونشوف لا دات، الى يعني ماهيش ميته، اللي ميته نخرجها ونطيشها، واللي عاد قريب تموت نحاول اني نستغلها ونخرجها كصدقة. مسحت، جبت البلاكار الاول، مسحته كامل، نظفته، مسحته بالجفال، عطرته. من بعد بديت نجبد في الريفي تايم هذيك البربوشه والروز مقارونه، التليتلي، السكر، المهم المواد الغذائيه المعروفه تاعنا هنا. وبديت نمسح فيهم كامل من الغبره ومن هذاك الدود، تعرفوه هذاك اللي يجي في الفارينه، هذاك الدود الصغير هذاك. وجبت الفارينه لقيتها ثاني تقريبا دودت، كما تعرفوا الفارينه في الصيف تدود حتى واذا ما زال تاريخ الصلاحيه تاعها. قلت خلي ما نجبدها، ما صراحه ما طيبتش بها خاطرش كانت معمره دود، طيشتها يعني ربي سامحنا على نعمه ربي. وفرزتها، تعرفوا يشوفوا البنات تحسوا بواحد الطعم تاع الراحه وتاع تاع النظام، كي تفرزي هكذا يعني ركن. ما شاء الله يعني البنات. شوفوا نقول لكم حاجه، يعني اعذروني اذا سمعتوا حس ولا اصوات، خاطر مانيش في الدار، ان شاء الله راح نحط معكم فيديو اخر ونقول لكم وراني. المهم يعني درجة درجة أنا مصورت لكم ياسر لي فيديو، والله تقريبا واحد 10 فيديوهات، غير خليكم برك في نشاط وحيوية وفي مشاهدة دائمة للقناة، وإن شاء الله أنا مانيش راح نغيب عليكم، أنا وعدتكم إني ما نغيبش عليكم. هنا من بعد البنات كي نظفت البلاكار الأولى وما جات لي بلاكار أخرى، قلت خلي نهار آخر بحكم كنت تعبة شوية، قلت هيا نروح نوجد حاجة لقهوة العشية. شوفوا البنات أنا هنا درت الوصفة نتاع حلوة الطابع تاع سارة حناش، يعني للأمانة درت 3 بيضات، وهي ما دارت 4 نورمالمون، درت 3 بيضات، كاس سكر، كاس زيت، وعصرت وبشرت لها ببشور حبة تاع القارص، شوية مغرف تاع لحظة، ومغرف تاع لافاني، ومغرف تاع نشا، وخلط كامل المقادير مع بعضهم غير بالفوي برك، ومن بعد عاودوا خلطوا بيديكم باش السكر هذاك يذوب جيدا. كي يذوب لكم السكر باش ما تجيكمش حلوة الطابع تاعكم يابسة. شوفوا البنات انا هنايا كي خلطتها وكملت جتني الوصفه ما شاء الله ناجحه يعني صراحه، بصح وشنو ما لقيتش الطابع اللي نطبع به، بحكم انا حوايجي تاع الكاطو كامل راهم في الجزائر، يعني باش نخدم بهم لهيه خاطر في تونس ما نخدمش، نخدم فيه في البلاد، ديتهم كامل ما لقيتش اي واش عاود درتها كامله كما نقولوا خبزه، كي شغل خبزه كروكي فهمتوا. وهكذاك ما كيما نقولوا كي بدلت انا الوصفه، يعني هي الوصفه هي بصح طريقه التشكيل ماهيش هي. جتني يعني الوصفه ناجحه ما شاء الله كيما كيما حلوه الطابع، اما وشي ما جتنيش مشققه. هي يقول لك كيما تجيكش حلوه الطابع مشققه معناها السكر تاعك مازال ما ذابش، لازم السكر الحرش هذاك يذوب. وهي كيما تعرفوا حلوه الطابع تاع زمان تجيب السكر الحرش فهمتوا.
هذا ما كان، يعني وصفة سهلة وبسيطة واقتصادية، حبيت غير نديرها لقهوة العشية كما تعرفوا، باش نشربوا العشية. وكما تعرفوا أختكم قهوة العشية عندها مقدسة، لازم تكون على الأقل معاها حاجة، إلا ما معاهاش قاطو، معاها بسكوي، إلا ما معاهاش بسكوي معاها مسمن، بغرير، أي حاجة، المهم لازم تكون كاينة حاجة مع القهوة بكل صراحة، حتى لو كان زبدة وخبز. ما نقدرش ناكل قهوة العشية ولا قهوة الصباح هكداك، يعني ساك. وهنا البنات يا خيتكم فتحت الفارينة سفينة، واش نحكي لكم، ما شاء الله، يا منتوج بلادي نروحو يعني وحده بصراحة يهبل يهبل. أي البنات فتحت من بعد درت زوج شاصيات تاع الخميرة، وبديت نلم في العجينة تاعي. العجينة ديروها ماشي مرخوفة وماشي يعني شادة روحها بزاف، تجي متماسكة. عفوا نعتذر منك والله راني تعبانة تعرفوا من طريقي البنات. تجي العجينة يعني مليحة كيما نقولوا، ماشي طرية بزاف وماشي متماسكة بزاف. فهنا كيما راكم تشوفوا راني نلم فيها، وراح نوريكم الشكل النهائي تاعها. تجي عجينة عادية، هذا مكان البنات، يعني كيما نقولوا وصفة على الواقفة، فهمتوا؟ خفلف. كان واحد الحصة تاع هنا في تونس يقولها خفلف، هكاك غير بالواقفة، في ساع في ساع. هنا كنت راح نديرها كيما هكذا حرابش، على اساس راح نديرها كالكروكي. ايام بعد انا قلت لواه نبقى ندير فيها كالكروكي، نديرها خبزة كاملة وندهنها ونقسمها مستطيلات وخلاص. شفتوا العجز البنات؟ شفتوا العجز صعيب ياسر. اي هنا البنات اختكم حطت العجينة كامل في البلا هذا بعد ما دهنته بشوية تاع الزيت، وبديت نقرص في الخبز تاعي، يعني عفوا في خبزة هذه تاع الكروكي، اللي هي ماهيش خبزة كروكي، نورمالمون كانت حلوة الطابع. هذا هو اللي يقولوا له الإنجاز السريع. فجأة هكا تكوني راح ديري وصفة، تعاودي تقلبيها حاجة. نعتذر منكم حبيباتي، جاني تليفون هنا بعد ما كملت قرصتها كامل كما قلت لكم. وكما شفتوني جبت حبة تاع البيض، درت لها شوية على باي، عفوا يا خيتي كبني النوم حالة. عاودت دهنت لهذاك البلاطو تاعي كامل، ورجيته بشوية تاع السكر الأحرش، هذا ما درت لها برك حاجة بسيطة البنات وخفيفة على الآخر. من بعد طيبتها في الفرن من التحت ومن الفوق، كيما راكم تشوفوا طابت لي هكذا كي خبزة تاع الكروكي وحده. ومن بعد قسمتها مستطيلات ولاحت لي والله غير خير وبركه يا البنات، يعني ما شاء الله. كلينا منها تقريبا واحد 3 ايام ولا واحد 4 ايام، وحنا ناكلوا منها صباح وعشيه. يعني حاجه على السريع تقدري ديريها حتى لولادك الصباح كي يعودوا رايحين يقراو وتنوضي بكري، في ساعه هكا ديريها خفيفه. يعني ما تاخذش منك الوقت وما فيهاش مقادير يعني كبيره، فهمتوا؟ جات ما شاء الله يا البنات. وهنا حبيباتي بعدها خرجت رحت نشوف باش نشري الأجهزة الكهرومنزلية لداري في الجزائر. البنات عاد قريب تكمل إن شاء الله وراح نشارك معاكم، وعاد قريب نستقر في بلادي. هنا البنات رحنا لواحد الولاية اسمها بن قردان في حدود ليبيا، يعني قريبة ليبيا 80 كيلومتر. هنا البنات شوفوا عندهم الحوايج هذه رخيصة 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 لدرجة ما تتصوروهاش. عجبوني هادو لاباراي البنات، وانا ما كنتش رحت على جال هادو لابارا، يعني رحت على جال حاجه اخرى، لهذا ما شريتش منهم. شرات اختي صحيح، شرات حوايج ليها هي لجهازها وراح نشاركوهم معاكم ان شاء الله. وشريت انا شويه حوايج خفاف، وشريت هي ثاني حوايج. وانا الحاجه الاساسيه رحت على جنب باش نشوف لي فور ونشوف التلفزيون عندهم رخيص، فهمت؟ حبيت نشري تلفزيون سمارت
بالإنترنت. أنا عندي تلفاز واحد آخر أما ماهوش بالإنترنت، حبيت نشري واحد بالإنترنت بصراحة. هنا هاد الحوايج يا البنات رخاص، 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 150,000 بدراهمنا، 120، 100,000، 90,000، يعني روعة، روعة، روعة. المهم يا البنات، حبيت حبيت نشارك معاكم يعني ال شو اسمه هاد الدورة الخفيفة هذه. وشوفوا البنات تلقاو جميع لي ماركة، لي مارك في لي بلاك، في الشيشوار، في الماكينات تاع نظافة الجسم، في كلش، في كلش تلقاو يعني لي مارك عالمية ثانية يا البنات، ماشي غير هكاك ماركة وصاي والسلام، ماركة عالمية. الزيوت، لي ماسك، هذه بنقردان ننصح أي وحدة تروح لها. تروحي سيرتو لي حتجهزة، روحي حتشري حوايج تاع تريسيتي، غير روحي حبيبتي وما تندميش. تجيك في تعب بين يومين ولا 3 أيام، وما تجيكش في خسارة دراهم هنا في البلاد، وما تجيبلكش قداش من حاجة، هنا تجيبلك ما شاء الله. رُحنا درنا قضيت أموري، شفت واش راح نشوف، وشريت واش راح نشوف، اللي راح نشريه. ومن بعد قابلنا هاد الحانوت البنات الليبي، يعني يصدّر الزرابة التقليدية الليبية، عنده واحد ديسان يا البنات تاع الزرابة التقليدية ما شاء الله، روعة، 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 يهبل، يهبل. واحد ديسان، واحد الديسان يا البنات، عفوا غير أنا باك ما جيتش على أساس الفرش، جيت على أساس حاجة أخرى، وأنا في طبعي كنعود رايحة نشري حاجة، يعني معولة كيما نقولوا راح نشري فريجيدار، نمشي طول نشري الفريجيدار، ما نبقاش ندور نشري حاجة أخرى، فهمتوا؟ إلا إذا كانت عندي دراهم بزايد. وهنا شفت هادو لي باراي صغار، يعني ماكينات القهوة، اللي يسخنوا فيها الماء، لي روبو، لي باتور، الحوايج هذي. شفت تاني درت غير دورة برك ما شريت والو. هذا ما كان حبيت نشارككم معايا يعني تشوفوا خطوة بخطوة باش نهار اللي نكملوا الدار ونجهزوها ونفرشوها وندخلوها ان شاء الله بالبركة ولهنا، راح تكونوا معايا خطوة بخطوة، وراح ندخلوها كيف كيف، خاطر هذه داري وداركم، انا راني نوجد فيها ليا وليكم بكل صراحة. هذاك هو يعني هذاك هو العش تاعي اللي راح نشارك معاكم فيه روتيناتي، فيديوهاتي، يومياتي، فهمتوا لي لايف تاوعي. للامانه يعني راح نرجع باش نولي ندير لي لايف. البنات اللي تبعوا فيا في الفيسبوك راني باش نرجع نولي ندير لكم لي لايف، وكل يوم موضوع وكل يوم حكايه حبيبات قلبي. راح تفدوا كيما نقولوا مني، قالش المصري تفدوا مني، تونسي. شوفوا البنات يعني روعه، وجدت لكم كيما نقولوا حوايج ما شاء الله يعجبوكم على بالي. انا البنات حابه نشري ماشينه تاع غسيل، اما نشري من هادو تاع الاوتوماتيك هادو. وهنا البنات من بعد دخلنا لهاد المغازة يبيعوا الحلويات، صابون، بارفان، أنواع تاع الشيكولا كامل بالجرون وبالكعبة، يعني يبيعوا كيما نقولوا بالباطا بالجرو، يعني قرو قداش نباطا والباطا واحدة. ما شاء الله أنواع هايلة يا البنات، إن شاء الله تكون عجبتكم جولة تاع نهار اليوم. أنا تحفوا قلبي والله تقهر كيما نقولوا، الحاجة اللي جاية على جالها ما خلتنيش نشري حتى حاجة، فهمتوا؟ شريت غير واحد الكريم مخمرية تاع يا ربي والله تكون نوريها لكم، نسيتها، واحد المخمرية ريحتها تهبل. هذا مكان وشات أختي حوايجها وشريت أنا حوايجي. هذا مكان كانت دورة خفيفة ظريفة ما شاء الله يا البنات، إن شاء الله تكون عجبتكم حبيبات قلبي، وانتظروني في فيديوهات جاية إن شاء الله، كاين حوايج ما شاء الله. وادعوا لي بالشفاء العاجل غالياتي وحبيبات قلبي، باش هكذا نرجع لكم بكل نشاط وحيوية. والله عندي الفيديو مصورين أنواع وأشكال وشنو، غير باش ندير المونتاج برك ونحط. هذا مكان، ما تنسوش تعليق، خلوا لي آراءكم في التعليقات، جاملي فيديو وبارطاجيو القناة مع أحبابكم وناسكم فضلا وليس أمرا حبيبات قلبي. هذا ما كان إن شاء الله، وما زال ملتقانا إلى الأمام، كاين بزاف أمور وبزاف حوايج. دمتم حبيباتي وفيات، والسلام عليكم.